يسعد لي صباحكم حبايب القلب، الله يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. ورجعت لكم نور من بعد غياب. طمنوني عنكم غوالي، اشتقتولي ولا ما اشتقتولي؟ الي فقدة باليوتيوب ولا لا؟ خلي لي قلبكم. والله اضطريت على غيابي عنكم هالايام هي اللي مضيوا. بصراحة كنت كتير كتير تعبانة غوالي، يعني مريضة. اجتني هيك مثل ما بقولوا وعكة صحية وتعبت فيها كتير، الحمد لله رب العالمين. وهلأ بإذن الله إنه أحسن صرت. وبتشكر من كل قلبي من كل حدا من متابعيني اللي على اليوتيوب كانوا عم بيطمنوا علي أول بأول، عم بيطمنوا عن صحتي. بتشكرهم، وإن شاء الله ما بيشوفوا الشر ولا بيشوفوا المرض بعمرهم كله. يخلي لي قلبكم وقلبهم هن كمان اللي اطمنوا علي. وغوالي بتمنى بأي وقت رح تشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بألف خير. يخلي لي قلبكم. فيديو اليوم بعنوان رح نعمل مقدوس مع بعض. ويلا صبايا بسم الله بنبتدي، وما ننسى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صبايا حبيت أشارك أنا معكم طريقتي بالمقدوس. مثل ما لكم شايفين هون أنا كنت جايبة الباذنجان. هو ناعم بس شوي على الكاميرا مبين خشن، في منهم شوي يعني خشنات بس مو كتير. ولازم مثل ما تعودتوا انتوا اعطوا العصافير يعني صوتهم دي يسبق تغريداتهم تتسبق صوتي. وهون مثل ما شفتوا انا رح اقطع العود الاخضر بس مثل هيك، هاي الطريقة. والمي كنت مجهزتها، كانت وصلاني عندي لمرحلة الغليان. وبحط الباذنجان لحتى ينسلق. وانتو شلون طريقتكم؟ ما بعرف. ويسلم ايديكم بأي طريقة انتو بتساووا. صبايا انا ما بفضل انه نشيل الورق هدول الاخضر تبع الباذنجان لحتى راس الباذنجانة يضل عنا لونه ابيض. اذا شلناهم رح يعطي على اللون البني. وبهالطريقة بعد ما حطيت الباذنجان حطيت انا الصحن عندي هدول حراريات صبايا، يعني ما تخافوا انتوا اذا بدكم تحطوا هيك مثلك اهم شي يكونوا حراريات. لازم نتقلهم مشان ما يطوف هيك لفوق الباذنجان. وبهالطريقة أنا حطيت إنه هالزبدية هي الكبيرة من المي. أنا صبايا عفتها ربع ساعة بهي الطريقة، بعدين شلت التتقيلة وحطيت غطا الطنجرة وعفتهم مع بعض يغلوا. لو وصلت لهي المرحلة أنا بصراحة أخدوا معي ساعة. لأني أنا على الليزرية كهربائية. انتو بحسب الطريقة اللي عم تسلقوا فيه الباذنجان، احتمال مثلا على الحطب بيكون أسرع أكيد. وأنا بضل لأخذ النتيجة، ما بعير مثلا هلا هو أخذ معي ساعة بس انتو مثلا ساعة نص ساعة ربع ساعة الله أعلم، بس حسب النار اللي عندكم. بس أهم شي تعتمدوا على لمس الباذنجانة، بس لمسناها هيك صبينا يعني رح يدقروا ببعضهم تقريبا. أنا خلاص هي النتيجة اللي بدي هي. وطالعت من الطنجرة اللي كنت عم بسلق فيها الباذنجان، كنت مجهزة بهذا الطشط مي باردة من الحنفية، فورا حطيتهم بقلبه. وبقى هلا بدي اشيل الورق الاخضر اللي انا عفته، بدي اقبع الباذنجان. شايفين شلون ضل تراس الباذنجان بيضة؟ هاي النتيجة اللي بدنا اياها. وانتو صبايا باي طريقة بتساووا يسلم ايديكم ويخلي لي قلبكم. والله اشتقت لكم والله. بصراحة قلت لكم أنا إنه إجتني هيك وعكة صحية ما لها علاقة لا بالقريب ولا لها علاقة بأي شيء. شي تاني. بس قلت ألحق أنزلكم هذا الفيديو. كل شي من رب العالمين، نحن مؤمنين وكل شي من رب العالمين يا محلى ورضيانة فيه الحمد لله. قمت من الوعكة الصحية اللي اجتني قوية. الله وكيلكم امبارحة بلش فيني القريب، بقى لهيك قلت يا بنت لحقي نزلي هالفيديو احسن ما يقوى القريب كتير. وهون صبايا مثل ما لكم شايفين، يعني ولو في شغلات ما حكيتها انتوا لحالكم عم بتشوفوا. بفتح الباذنجانة بهي الطريقة بعد ما كنت مقبعته من القشر الأخضر، الورق الأخضر. وبحط أنا نص المعلقة إذا كانت الباذنجانة صغيرة، ربع المعلقة، بس إذا كانت هيك حجمها منيح نص المعلقة الصغيرة، معلقة الشاي. هي بحطها ملح مو أكتر مثل ما لكم شايفين. وهي طريقة أم النور. وانتو شلون طريقتكم؟ أكيد نفس الشي، لأني يعني كله بده يتملح. بس والله أنا لاحظت في بعض الطرق
إنه ما بيحطوا بقلبه، بحطوا برشوا رش ملح، ما بيفتحوا. بعدين بفتحوا وبيحشوا لما بيكبسوا من المي. وصبايا كمان هلأ نحن قبل آه، كنا مثلا تحطوا الباذنجان حتى نحن مثلا على كذا مرحلة، مثلا مثل المرمر، هدول هيك مثل تبعت المجالي اللي نحطهم، نعملهم على شكل بقجة للباذنجان ونتقل انه كذا قطعة تصير، يعني هون وهون وهون. انا لا اختصرت، حطيت شايفين هي الصندوقة بتقولوا لها شو انتو، انه السلة تبعت الخضرة، ايه هي جبتها مشان احط فيها الباذنجان. طبعا ليفتها كتير منيح وغسلتها وحطيت قطعة القماش وكل الباذنجان عندي حطيته بهي الطريقة. هيك اختصرنا محلات وصاروا كلهم مع بعض، والتتقيلة وحدة رح تكون مشان ما نضيع، يعني ايش بدنا بده يكون عنا لنتقل كذا يعني مثل ما بقولوا بقجي او هيك شغلة. ايه انا هيك اختصرت حطيته كله هون. وبصراحة يعني بيتي ما فيه جنينة، فيه بلكون وكله سيراميك وكله بلاط، يعني احترت وين بدي اروح بالبانجين قالولي. قمت قلت له لجوزي بنحط الصينية هي اللي عندي، صينية العشاء كبيرة، وقلت له جيب لي قطعتين خشب. ايه حطيتهم مثل ما لكم هلا شايفين، مشان الصندوقة هي تكون السلة عالية ما تكون لازقة بالصينية. وهي المرحلة اللي بتحبها أم النور، أنا كتير غرامي لما بكون تعمل مكدوس أتفرج هيك شلون عم تنزل المي منه للبانجين. علي عن الصينية والتقلة صارت فوقه، بلش خلاص مشان ما نكب مي على الأرض أنا حطيت هي الصينية. خلي لي قلبكم. والتقلي عندي طنجرة كبيرة عبيتها مي حطيت فوق الصينية، وطنجرة الأصغر كمان. بصراحة صبي والله أخذ نتيجة كتير روعة، يعني حتى حبيت أفرجيكم هي المرحلة، يعني شوفوا التقلة كانت كتير روعة. وطبعا أنا تاني يوم ميعاد ما تقلت الباذنجان بنفس الساعة بنفس التوقيت، رحت اتفقده وشفته بهي النتيجة من تحت ما شاء الله كله كان معصور من المي. بلشت اشيل، وتاني يوم رجعت كمان شلت، وطبعا خففت من التتقيلة لاني بيصفي الكمية البنجان عنا اقل مشان ما ينهرس. اخذ معي 3 ايام كان خالص. وهون صبايا انا بعد ما قلت لكم تعبت، كنت مخلصة بس انه تعصيره للباذنجان. جهزت هون الحشوة وكنت أنا تعبانة، وبنفس الوقت ما بنحسن نعيف وحرام بيتشرك. ايه ويخلي لي قلب أختي الغالية أمولة، اجت لك قالت لي ايش عم بتساوي؟ قلت لها والله يا خيتي بدي احشي هالمكدوسات حرام يتشركوا. قالت لي قومي لي هيك انا بعملن. خلي لي روحة والله ما خلتني اشتغل وما عافتني هي واختي ضحى كمان. خلي لي قلبن والله احن خوات، يخلي لكم خواتكم انتو كمان وما تنحرموا من حنيتن. إيه هون هي ايدي الام عبده بلشت تشتغل هي، خلتني انا قاعدة على طرف، وهي والله حشتهم كلهم وزبطت لي وضعهم على 24. وكانت والله يوميا تجي لعندي ما تقطعني، حتى الطبخة كل شي كل شي استلمت لي كل شي ما بده، يخلي لي قلبها أمولة. هون صبايا أنا عندي كليين دبس الفليفلة أو بتقولوا المحمرة، عندي إياها حدة، لأني ما شاء الله يعني أنا وجوزي وولادي كلتنا بنحب الحد. أنا حطيتها حدة، مو حد الصنص اللي تجي نار، لا حدودتها مقبولة. وعندي 3/4 الكيلو من الجوز فيرمته. بصراحة جربت على محضرة الطعام أنا ما عجبتني النتيجة، لأني بيعطينا شاف إنه عم بنفرمه بس بنفس الوقت عم بيعملوا بودرة من تحت، لهيك لا فرمته بالسكين. وهيك هي ام عبدو عم بتخلطهم. حطينا التومات، التوم تقريبا إذا مهروس عندكم 1.5 معلقة، يعني 1.2 معلقة. مو مهروس انا حطيت راسين، نحن بنقول له راس، انتو ايش بتقولوا له؟ ايه وهون اختي عم بتقلي لك والله صار كتير الجوز، قال لك حطي حطي حطي. بعدين خليتها تحطه كله. ايه وهيك خلصناها، وشفتوا حطينا الملح، ملح دخيل كلها ملح ابدا ابدا، لاني نحن مو كنا كمان مملحينه. ايه حطيت المعلقه اللي شفتوها انتو، ما ملانه كتير. وهلأ بلشنا، شفتوا صبايا شايفين نتيجة انه هيك شلون تقلنا وعصرنا مثل ما منقول من المي، ما شاء الله عليه روعة. شايفين ما ضيلل فيه مي ابدا.
كتير أنا هيك يعني إحنا هيك بهالطريقة بنعمله. انتو مثلا أرق أو بتعيفوه شوي هيك إنه أسمك فيه شوية مي، ما بعرف. وهيك اختي كانت عم تحشيهم، يسلم ايديها وقال لها عبي عبيهم، تقولي لك وين اروح فيهم، والله تعبت البنجانة. وهون صبايا انا جنبها لاختي كنت حبيت افرجيكم هاي الطريقة كمان. في منهم انه خلاص بتحبي تكون البنجانة نظيفة بقلب المطربين، فيكي تمسحيها بالمحرمة الكلينكس. خلاص هيك انه محمرة مثلا عليها قطعة فليفلة، بتشيليها بالمحرمة وبتطبقيهم بالمطربين. انا هيك كنت يعني هاي هي المهمة اللي خلتني اسويها اختي، بس وبالزور كمان. ما شاء الله العصافير يعني لازم يسمعوكم تغريداتهم، يصبحوا عليكم، عم يسبقوني. وهيك صبايا بهالطريقة انا هيك سلقته، هيك تقلته، وهيك نشفته، وهيك حشينا. هي الطريقة حبيت اشارككم فيها، ما شاء الله بتعجبكم. ومثل ما شفتوا خطوة بخطوة. والزيت الزيتون شفتوا انه شقد حطيت الكاسة كبيرة ما شاء الله، يعني ما حطيتها كلها لاني اجباري بدنا زيت لحتى الحشوة المحمرة دبس الفليفلة تصير سلسة معنا تتشرب. وهيك بنطبقهم بهالطريقة، بنمسح طبعا تم المطربين صبايا. وانا ما بعرف اذا انتم بتعملوا نفس الحركة هاي. عندي هون جبت محرمتين حطيتهم على بعض وطويتهم بهالطريقة، وبحطهم على تم المطربين وبقلبهم، بعيفهم هيك لتاني يوم مشان اي نقطة مي ضلانة بالباذنجان او ضلانة بدبس الفليفلة بتنزل لتحت وبتمتصها المحرمة. هاي الطريقة كتير كتير انا بفضل الكل يعني يساويها، يعني عن تجربة. انا يعني دائما هاي الطريقة معتمدتها. هيك شايفين بهالطريقة بعيفهم هيك مثل ما قلت لكم لتاني يوم، بحطهم على المجلة وبخليه لتاني يوم. انا كان عندي هون 10 كيليات من الباذنجان، لاني عندي من السنة الماضية ضلان لسه مقدوس. هلا بفرجيكم هو كمان. وصبايا هون تاني يوم انا شلت المحارم، قلبت المطربين وشلت المحرمة. عم بحاول قدر الامكان افرجيكم والله، يعني بصراحة عش قد ما نشفنا الباذنجان والدبس الفلفل الا ما يضل فيهم شوية مي، المحرمة طلعوا شلون ممتصة المي كلها، ايش في سوائل ضلانة بالباذنجان بالدبس الفلفل ممتصتها المحرمة. وهون صبايا الزيت النباتي، زيت الذرة انا بحط هلا بفضله اكتر ما انه يكون كله زيت زيتون مشان ما يغمق معنا المكدوس. الباذنجان بيعطي لون غامق هيك افضل. وبنخلطه كمان زيت الزيتون. عم بفرجيكم هون انه طلعوا عندي هاي الكمية. المطربين هداك ما تعبى، انا بعدين بحط بمطربين صغار، بس الله وكيلكم ما ضل منه شي لاني اكلناه بلشنا فيه فورا. وهيك انا كاسة زيت من الزيتون قسمتها على 3 مطربينات، والزيت ما بنعبيه كله. انا حطيت نص المضربين. وهون عم بقلكم نو 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 انه ما تغطوه هيك بنخليه مرتاح الغطا، ما بنرصه. افتن هيك انا يومين مشان ما يكب الزيت لبرا، لحتى الباذنجانة تنفش مثل ما بتعرفوا، لان اللي بقلبها الحشوة بصير بتشرب الزيت وبتعطي نفشة للمكدوسة. مشان ما يتكبكب الزيت عنا ما بنغطي، خليه ياخد راحته. بصيروا بطالعوا كمان هيك هالفقاعات صبايا هيك. والزيت مثل ما قلت لكم طلعوا يعني نص المطربين، اقل من نص كمان. بعدين انا هون عفته على راحته مثل ما قلت لكم يومين 3. بعدين الأغطية سكرتها منيح. أنا هون صار له المكدوس عندي بحدود 10 أيام. ما صورت لكم إياه إنه أنا وعم بدوق منه لحتى تأكدت إنه فعلا صرت أحسن آكل منه. أكلنا منه أنا وعيلتي وكتير كتير كانت النتيجة روعة. قلت لأ خلاص لازم بقى أنزل الفيديو، بما انه صرنا ناكل منه بنحسن. فيكن تعيفوه 10 ايام 15 يوم، وفي منه من اول اسبوع بياكلوا. اي حسب الرغبة، هي والله رغبة. وفعلا مكدوس كتير طيب لما بيكون تازة.
وهيك صبايا إن شاء الله مكدوساتي تعجبكن. صاروا بهي النتيجة وما أحلاهن مصفصفين بهالمطربين غير شكل. وهلأ بدنا نشوف النتيجة النهائية وندوقن مع بعض. والله يا ريت فيني أدوقكن هيك من ورا الشاشات، كل متابع عندي ياخد له لقمة. شايفين؟ هلأ بما انه بدكن ناخد طعمة زيت الزيتون انه تكون تقيلة على المكدوس، فينا بعد ما نطالع من المطربين منضيف الزيت الزيتون على الصحن فوق الباذنجانات المكدوسات. هلأ انا هيك رح اعمل، وان شاء الله يعجبوكم مكدوسات لأم النور. هالمكدوسات هدول يشهدوا علي وانا مريضة، الله وكيلكم. خلي لي قلبكم متابعيني الغاليين، وهيك بالتعليقات كتبوا لي الحمد لله على سلامتك يا نور من بعد اذنكم، وادعوا لي بالشفاء. والله لاني لسه شوي هيك تعبانه، ادعوا لي بالشفاء، يخلي لي قلبكم. اعطوني رايكم. حلوين حلوين. وهلا بنحط زيت الزيتون، شفتوا انا بسأل وبجاوب كمان. حلوين حلوين. خلي لي قلبكم ويسلم ايديكم صبايا انتو كمان، باي طريقة بتساووا المكدوس، باي شي بتشتغلوا، باي شي بتطبخوا، الله يسلم ايديكم والف صحة على قلوبكم كلكم. عم بدلعن عم بدلعلكن ياهن. وهيك بدنا انا حبيت بصراحة انه هيك ادوقن معكم، انه افرجيكم اياهم لتشوفوا انه ما شاء الله يعني حتى سلقن كان منيح، لاني هن بصراحة يعني ما رح يستووا كسلق بقلب المطربين، لا يعني لازم ناخد استواءهم هن وعم بينسلقوا. طلعوا ما شاء الله القوام. هاي لسه انه لقدام اكتر لما بضلوا عم بتشربوا بالزيت رح يصيروا لسه مثل المرهم اكتر، هيك نحن بنقول. شايفين كلها مستوية من راس الباذنجانة لآخرته ما شاء الله. وتم الباذنجانة نحن بنقوله او بتقولوا راس الباذنجانة. طالوا شلون نضل محافظ على لونه، لاني ما شلنا القشر الاخضر، ورق الخضر. وحبيت يا صبايا افرجيكم مكدوساتي سنة الماضية هدول ما شاء الله عليهم، يعني حسيتهم كأني بتحسوا لسه جداد السنة الجديدة. حبيت كمان افرجيكم ياهن. شايفين ما شاء الله كأني تازايات وهلأ عاملينن، مو متغير اللون، قلبن حشوتن كله نظامي، والطعمة خيال. ولهون صبايا بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. ان شاء الله المكدوسات تعجبكم، طريقتي تعجبكم، وبأمان الله غوالي، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات جديدة. باي باي.